مساء الخير. ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن النفس في علم النفس. فسرها بعض العلماء على انها القوى الخفيه التي يحيا بها الانسان. فسرها البعض الاخر بانها ذلك النشاط الذي يميز الكائن الحي ويسيطر على تحركاته. وعرفها بعض العلماء بأنها وظيفة العقل والجهاز العصبي أو محرك أو نشاط الإنسان المعرفية والانفعالية والسلوكية والعقلية. ولكن في النهاية أن النفس لا يوجد لها تعريف دقيق. ما هي ولا أين توجد؟ لا يوجد يقين عنها، ولكن أرجح الظن بأنها اتصال بين الجسد والروح. الإنسان لما يجي يرتكب شيء غلط أو شيء حرام، نفسه هي المتحكمة بفعل هذا الشيء، النفس المسيطرة على الإنسان. ربنا في القرآن الكريم بيقول: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. بقية الآية بتقول: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني هنا ربنا ذكر إن النفس هي المسيطرة على الإنسان بني آدم، ولكن ربنا حدد العقوبة. النهارده لما نشوفه حد يقبل على القتل ويواري جثة المقتول ويروح ياكل ويشرب ويتعايش مع الآخرين، طبعا هنا كلنا بننظر له إن ده عنده درجة ثبات انفعالي عالية. ولكن لا، هو ما عندوش درجة ثبات انفعالي عالية، ده مضطرب نفسيا. لأن الإنسان توصل بيه إن ممكن منطقة اللاشعور هي اللي تتحكم فيه مش منطقة الوعي. فطبعا ممكن يتحول الإنسان ده لمرض اسمه شيزوفرينيا أو إنسان مضطرب نفسي. إيه اللي بيغذي النفس الشريرة؟ اللي بيغذي النفس الشريرة الأحداث المسموعة والمرئية. يعني أنا لو جبت طفل نشأ وقعدت أفرجه على أحداث عنف كتير أو أحداث مضطربة أو الحاجات اللي إحنا بنشوفها عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المنصات السمعية، طبعا هو هيفضل يرسخ في منطقة اللاشعور أو العقل الباطن إن الحاجات دي عادي ما فيهاش أوامر ونواهي. ولكن في الحقيقة أنا هنا بخلق جيل فيه مجرمين، جيل ما يعرفش يعني إيه العقوبة. النهارده درجة الثبات الانفعالي للإنسان الواعي أو الكامل بتتحدد بدرجة نجاحه، مش بتتحدد الدرجة اللي هو بيرتكب فيها جريمة. أنا قريت تعليقات كتير عن مجرم أو سفاح اسكندرية إن هو عنده درجة ثبات انفعالي عالية، وأنا من منظوري إن الإنسان ده إنسان عنده اضطراب نفسي أو ذهان عقلي. لأني هو بعد كل جريمة كان بيعملها كان بيروح مطعم ياكل ويشرب ويتعايش مع الآخرين. فطوعت له نفسه قتل نفس. إنسان متدين عارف دينه، عارف عقوبة القتل، عارف عقوبة إزهاق الروح ويقبل عليها،
فده يبقى إنسان غير واعي وعنده اضطراب نفسي. هنا نقدر نقول في النهاية إن النفس هي المتحكم في الإنسان. ربنا يجعلنا من النفس اللوامة أو النفس المطمئنة اللي هو ذكرها في كتابه الكريم. عايزين نحده أو نقلله من تشهير فيديوهات أو الحاجات اللي فيها عنفوية عشان خاطر أطفالنا أو الجيل اللي طالع. أنا مصطفى عمر، اللي حابب يتناقش معايا يناقشني في الكومنتات أو يتواصل معايا على الخاص.